بنكمل مع بعض أحداث الفصل الثاني من قصة سندباد البحري مترجمة باللهجة المصرية. The next morning Sinbad looks out of the barrel. He is now alone on a small island. Far away he can see a big white stone. وتاني يوم الصبح سندباد بص من برا البرميل ولقي نفسه لوحده على جزيرة صغيرة، ومن على بعد شاف حجر أبيض كبير. He goes to the stone and he looks carefully at it. What's this? He thinks. Suddenly the sky becomes black. Sinbad feels very afraid. Help! What's happening? He cries. وبيروح عند الحجر وبيبص عليه بحرص وقعد يفكر ايه ده؟ وفجأة السما بقت سودة واندهش سندباد وقعد يصرخ ويقول ساعدوني، ايه اللي بيحصل هنا؟ He looks up at the sky. A very big bird is flying nearer and nearer. He begins to run away. Now I understand, he thinks. That bird is a rock, and that big white stone is a rock's egg. وهو بيبص على السما لقى إن في طائر ضخم جدا بيقرب أكتر وأكتر، وبدأ إنه يهرب. وفي الوقت دوت سندباد اكتشف إن السما اسودت لأن طائر الرخ كان نازل على الأرض ومغطي السما، مش شايف منها ولا حاجة من شدة ضخامته ومن كبر حجمه. فطائر الرخ لما نزل على الحجر الأبيض، إن الحجر الأبيض كمان مطلعش حجر أبيض، طلع بيضة طائر الرخ. The rock sits on the egg and then it goes to sleep. Sinbad takes off his turban and he puts it around the rock's leg. When the rock flies away, I can leave the island too, he thinks. طائر الرخ بيرقد على البيضة وبيروح في النوم، وراح سندباد مخرج العمامة اللي كان لابسها وفردها وربطها على رجل طائر الرخ عشان لما يجي يطير طائر الرخ يطير هو كمان معاه ويبعد عن المكان أو الجزيرة دي. In the morning the rock flies away. وفي النهار طائر الرخ بيبعد بعيد. Sinbad flies up into the sky with the bird. وسندباد كان طاير معاه في السما. The rock flies for hours and hours. وفضل طائر الرخ طاير لساعات طويلة. In the end it flies down into a valley and lands there. وفي النهاية هبط طائر الرخ ونزل على جزيرة هناك. Sinbad finds lots of little stones in the valley. بيلاقي سندباد أحجار صغيرة في الوادي. What are these? He thinks. وقعد يسأل نفسه ويفكر ويقول يا ترى الأحجار الصغيرة دي إيه؟ I know, he cries. They are jewels. And he puts some of them in his bag. وبعد كده راح سندباد حاطط شوية منهم في شنطته، شوية من المجوهرات. Then he hears a noise. وبعد كده سمع دوشة. There are 3 big snakes behind him. وكان في 3 تعابين موجودين وراه. He runs away very fast. هو جري بسرعة جدا بعيد. In front of him he sees lots of dead animals in the valley. وقدامه كان شايف حيوانات كتيرة قوي ميتين في الوادي. Oh no, the snakes kill everything here,
He thinks. He goes behind one of the dead animals and he waits. سندباد قعد يفكر وقال ياه مش معقول التعابين قتلت كل حاجة هنا. وبيروح سندباد يستخبى ورا حيوان من الحيوانات الميتة وبيستنى علشان التعابين تمشي. Suddenly a rock flies down and takes the dead animal up into the sky. وفجأة نزل طائر الروك وبياخد الحيوانات الميتة معاه لفوق في السما. Sinbad quickly puts his arms around the dead animal. وبسرعة سندباد بيحط دراعه حوالين الحيوانات الميتة. He flies up into the sky with the rock. Where am I going now? He thinks. وبيطير سندباد مع طائر الروك في السما وبيفكر يا ترى أنا هروح على فين دلوقتي. The rock flies out of the valley and it lands near a village. The men from the village run to see it and the rock flies away. Sinbad comes out from under the dead animal. طائر الروك بيطير من الوادي وبيهرب بالقرب من قرية والرجالة اللي في القرية بيجروا علشان يشوفوا الطائر. وطائر الروك بيطير بعيد أما سندباد فبيخرج من تحت حيوان من الحيوانات الميتة. Who are you? asked the man. I'm Sinbad the sailor, says Sinbad. Would you like to buy these jewels from the valley? فالرجالة بيسألوه انت مين؟ وسندباد بيقول لهم أنا سندباد البحار وبيعرض عليهم إن هم لو يحبوا يشتروا المجوهرات اللي معاه اللي جايبها من الوادي. The men are surprised. الرجالة كانوا مندهشين. Nobody goes into the valley, they say. وقالوا له مفيش حد يجرؤ إن هو يروح الوادي. The snakes eat everything there. لأن التعابين بتاكل كل حاجة هناك. Not me, laughs Sinbad. قال لهم بتاكل كل حاجة بس ما بتاكلنيش أنا. You are very lucky, say the men. والرجالة قالوا له أنت محظوظ جدا. The people from the village buy Sinbad's jewels. He's a rich man now and he wants to go back to Baghdad. We can find a ship for you, say the people from the village. الناس بيشتروا مجوهرات سندباد وبقى سندباد غني جدا دلوقتي. وقرر سندباد إنه يرجع لبغداد وقالوا له الناس إحنا ممكن نجيب لك سفينة تسافر بيها. In Baghdad, Sinbad gives money to the shopkeepers. Are you truly Sinbad? They ask. Yes, he says. And he tells them about his adventures. وفي بغداد سندباد بيدي لأصحاب المحلات الفلوس اللي كانت عليه وسألوه هو أنت بجد سندباد؟ قال لهم أيوة وبدأ يحكي لهم عن مغامراته. وبكده بينتهي معانا الفصل التاني من قصة سندباد البحري مترجمة باللهجة المصرية عن طريق مستر حازم منصور. وبيشرفني إن أنا أحكي لكم القصة ويا رب تكون عجبتكم. متنسوش تدعموني بلايك وتعليق بعد الفيديو وانتظروا معايا أحداث الفصل الثالث من قصة سندباد. أحداث مثيرة جدا. شكرا جزيلا. Thank you so much.